السلام عليكم. طبعا اليوم رجعنا وياكم بفيديو يختلف وشرح على الشخصية انتم تحبونها هسع وقبل من 2007 وما فوق. هاي الشخصية سوت انجاز للعراق بعام 2007، انجاز عظيم. هاي الشخصية لاعب متألق. يشرح لكم اليوم عن يونس محمود. من هو يونس محمود؟ وين يسكن يونس محمود؟ يوم دخل عالم كرة القدم يونس محمود؟ ايش حقق يونس محمود؟ ايش قد عمر يونس محمود؟ ايش قد طول يونس محمود؟ شنو وزن يونس محمود؟ شنو اللي خلى الناس والجمهور كله من العراق ومن خارج العراق يحب يونس محمود؟ طبعا اول شيء صلوا على سيدنا محمد وخليكم ويانا نكمل شنو يونس محمود ومن هو يونس محمود ومعلومات حول يونس محمود. من محافظة كركوك. يونس محمود يسكن في قضاء الدبس. عمر يونس محمود 1983 مواليد يونس محمود، أي عمره 41 سنة بالتحديد. هو عائلة يونس محمود من 12 نفر، أب وأم وخمس ولد وخمس بنات. الشيء التحسين يونس محمود من 70 كيلو إلى 72 كيلو. طول يونس محمود متر و85 غرام بالضبط. من هوايات يونس محمود هو الصيد والسباحة وكرة القدم. الله سبحانه وتعالى أي واحد يصر بحلمه يحقق له. من هو صغير من عمر 12 سنة وفوق حسب حكايات أهل المنطقة، ولهذا هو يعشق كرة القدم، ولحد ما ظل ثابت على حلمه بإصرار وعزيمة. الله وصل اللي يريده وأكثر، وأصبح نجم والسفاح حاليا بالعراق. بدأ مسيرته يونس محمود عام 1997 في كركوك نادي، بعدها النادي كركوك الرسمي سنة 99. إمكانياته وأداءه يعني ولعبه المضبوط وصله النادي الطلبة عام 2001 على لقب هداف الدوري في عام 2001. لعب مع الخور 49 مباراة، سجل 38 هدف على بطولة كاس القطري، وأحصل على هداف البطولة. لعب مع المنتخب العراقي عام 2007، وهي السنة اللي حصل على كسبة حب الشعب وحصل على ثقة الشعب وأنجز كاس آسيا عام 2007. لعب مع الوكرة والسد ونادي أربيل والأولمب السعودي ونادي الطلبة عام 2017. بعدها أعلن اعتزاله في عام 2017 إلى 18، وحصل على الجنسية القطرية، لكنه هو عاف الجنسية القطرية واكتفى بالجواز القطري. وحبي وتقديري وسلامي لكل واحد يشاهدنا. سلام وإلى اللقاء.